سطر واحد في العقد ضيع 380,000 جنيه والقانون ما أنقذوش. 380,000 جنيه طاروا، مش نصب ولا سرقة، لكن بسبب سطر في عقد. خليني أحكي لك النهاردة قصة سريعة عن صاحبنا محمود. محمود عنده 42 سنة، موظف، جمع تحويشة عمره ودفع 380,000 جنيه مقدم شقة في مشروع سكني من مطور عقاري. العقد كان شكله محترم، 20 صفحة، ختم الشركة ومحامي الشركة قاعد. محمود مضى على العقد واستلم شقته الحمد لله أخيرا بعد تأخير 7 شهور من الشركة. محمود بعد ما استلم شقته أول أسبوع لقى فيه تشققات في الحوائط وخامة الأرضيات غير اللي كانت موجودة في العقد، وصرف صحي فيه مشاكل. محمود صاحبنا قال خلاص مش مشكلة، هلم الدنيا وبعدين بتكلم مع الشركة. عدى شهر واتنين وتلاتة، محمود راح الشركة. للأسف الرد كان صادر من الشركة، قالوا له حضرتك ماضي على العقد وماضي على محضر الاستلام. محمود قال لهم بس أنا مش موافق على اللي حصل وده يعتبر غش وتدليس. قالوا له لأ، حضرتك وافقت بالفعل، امضتك بتقول كده. هنا بقى نخلي بالنا من السطر القاتل اللي بيبقى موجود في العقود. في العقد كان مكتوب يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين الوحدة المعاينة التامة النافية للجهالة وقبلها بحالتها الراهنة دون أي تحفظ. نقطة. محمود كان ماضي تحتيه. في محضر الاستلام مكتوب بند يعد توقيع المشتري على هذا المحضر إقرارا نهائيا بسلامة الوحدة وعدم وجود أي ملاحظات. نقطة. المفاجأة القانونية هنا إن محمود راح للمحامي. المحامي قال له القانون مش هيقف ضدك والقانون معاك، لكن للأسف العقد ضيعك. سأله محمود يعني إيه؟ قال له يعني لازم كنت تسجل اعتراضك كتابة يوم الاستلام أو خلال مدة محددة من توقيعك على العقد أو من الاستلام، إنما سكوتك 3 شهور المدة دي كلها اتحسب قبول. محمود طبعا حاول بكل الطرق إن هو يفسخ العقد ويرجع المقدم اللي دفعه 380,000 جنيه، لكن الرد من الشركة إنه مفيش فسخ ومفيش رد مقدم والبند واضح. القضية خدت 1.5 سنة في المحكمة، والنتيجة للأسف كانت رفض الدعوة لأن العقد شريعة المتعاقدين. خلي بالك، الغلط مش إنك اشتريت ولا إن الشركة اتأخرت،